اوعى تكون بتتمرن بقالك كام شهر ولسه مش باين عليك التمرين والعضلات. طيب بسيطه يا كابتني، تعالى النهارده ناخد تمرين السحب وشرح كامل لكل حركه، لكن من اولها كده خد بالك اني مش ههتم ان الفيديو يكون قصير، لكن ههتم انك تكون مستمتع ومستفيد من كل حركه. اتاكد دلوقتي انك تكون عامل اشتراك للقناه وتنزل تعمل شير لصاحبك وتكتب لي كلمه السر في الكومنتات يا متين يا رب، ويلا بينا. هنبتدي اول تمرين على التي بار، احسن تمرين ممكن تاخده للظهر من فوق. تعالى نحط الوزن بتاعنا. انا لسه بعمل ورم اب فبنسخن يعني. النهارده امسك المسكه الواسعه. اهم حاجه ركز معايا كويس بقى وانت شغال التي بار عشان تجيب الظهر فعلا كويس قوي. هتعمل استطاله شويه لتحت، بعد كده تقفل ظهرك وتسحب لحد هنا وتنزل تاني ببطء. تعال نجرب. عملت استطاله شويه، بعد كده بقفل ظهري وبسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كفايه قوي 10 عدات، وانا بعمل صعود تدريجي في اول تمرين ليا. مش بحتاج ان انا احط عدات كتير قوي او مجاميع كتير، انا بس هدفي ان انا اضخ شويه دم في العضلات عشان اقدر اخش باتقل وزن على طول مجموعه الشغل بتاعتي. يلا بينا. رحنا جبنا 20 يلا بينا نخش اول مجموعه شغل. يا ربي بسم الله. ادي 1 4 عشرينات. يلا بينا. تمام. كلمة السر يا متين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مجموعة شغل قوية جدا. بشوف شوية شباب بقى بيحاولوا يبطئوا العدة من أولها اعتقادا منهم اللي ده هيوصلهم للفشل العضلي، بس الفشل العضلي حقيقي انت بتتمرن العدات عادي جدا بالسرعة اللي انت تقدر تلعب بيها، واخر كام عدة بتلاقي نفسك بطأت غصب عنك. وكمان الفورس بيقل، يعني قوة السحب نفسها بتلاقيها قلت شوية. المنهج عشان التمرين ده قوي جدا. تعال نخش مجموعة كمان شغل وكفاية كده. هنجيب 20 كمان وكده تبقى ال 20 دي رقم 5. يلا بينا. بسم الله. الاسبوع اللي فات انا المفروض كنت حاطط بدل 20 دي 10، فكده انا زدت 10 كيلو كمان. جبت الشداده علشان اخلي ظهري اللي شغال اكتر، فبالتالي اخلي الجهاز العصبي ومخي مركز اكتر اللي هو يفعل عضلات الظهر مش اللي هو يشغل السواعد بتاعتي. يلا بينا ناخد دور. انا متوقع ان انا اجيب من 8 ل 10 او 6، كل ده في العدات بتاعت البناء العضلي. يلا بينا. بسم الله. الشداد ده انا اللي عامله على فكره، فقولوا لي بقى لو انتوا عايزيني اعمل لكم اقول لكم الطريقه ازاي، او حتى ممكن اعمل لكم براند ولا حاجه. كلمه السر يا متين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وزن خفيف. 1 2 3 4 5 يا رب 6 2 مور 7 8. ما شاء الله اللهم بارك. كده يبقى احنا الاسبوع ده قدرنا نكسب 10 كيلو كمان في التي بار، ودي حاجه كويسه جدا من عند ربنا. اهم حاجه يا كابتني لو عايز تبقى من دبابات الجيم بقى وعندك عضلات كبيره وبتاع، لازم تتمتع باخلاق الدبابات. يعني لما تلعب بوزن ترجعه مكانه زي ما انا بعمل بالظبط. كل حاجه بخش اتمرن عليها بترجع زي ما كانت بالظبط قبل ما اخش عليها. فطالما عندك طاقه انك تشيل اوزان تقيله وتعمل عضلات، تقدر برضه ترجع الاوزان مكانها. صح معايا يا كابتني. هناخد بعديها 1 هاند بالدمبل، وانا بحب اخلي معظم التمارين بتاعتي تكون حره لسببين. السبب الاول اللي ما عنديش ماشين في الجيم، السبب الثاني عشان الحاجات دي بتقوي الجهاز العصبي اكتر. يلا بينا. انا طبعا التمرينه اللي فاتت سخنت فيها كويس وجبت اتقل وزن، فدلوقتي مش هعمل زياده تدريجيه في الوزن تاني، لا همسك اتقل وزن على طول اللي هو 50. يلا بينا. بسم الله. بص يا سيدي، اول حاجه شكل الحركه بتاعتك بتكون الرجل اللي انت هتلعب ناحيتها لورا والرجل الثانيه لقدام، ظهرك مفرود ومطلع صدرك لفوق، وبتسحب بكوعك لحد مستوى الجذع وبتنزل تاني، مش لحد هنا بقى، لا لحد هنا كده تسحب. الحركه بتبقى كده. تعال نشوف عملي بالوزن. حط الشداد بتاعنا، وانت دلوقتي طبعا عارف السبب ايه.
اسحب ظهري افرده واطلع، اسمي الله بسم الله. 1 2 3 4 5 6 يا رب 7 يا متين يا رب 8 9 هب 10 هب 11 هات اخرك هتجيبها يلا 12 قوية أوي. هاخد دقيقة راحة عشان أخش على الجنب التاني، لأن الجهاز العصبي دلوقتي كان مركز في الجنب ده، فهديله راحة عشان يقدر يشيل وزن تقيل برضه الجنب التاني. بعد ما استريحنا دقيقة تعالى ناخد الجنب التاني. يا ربي بسم الله. على فكرة طالما جبت 12 عدة في المجموعة اللي فاتت والمجموعة الجاية جبت 12 عدة، غالبا هتبقى 3 مجاميع، لأن أنا بشيل المجموعة أول ما تبقى جبت 6 أو أقل من 6 خلاص بوقف التمرين في الزاوية دي، لأن هي كده جابت آخرها. يلا بينا. يا ربي بسم الله. اول حاجه تظبط جسمك الاول، اوعى تشيل الوزن وانت جسمك مش مظبوط. يلا بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 مور 1 2 عشان انا حاسس ان انا ما كنتش موضح قوي الكلام في بدايه المجموعه. قصدي هنا ان انا مثلا دلوقتي جبت 12 عده، في اخري كان 12 عده، فكده ممكن لو فضلت في 12 عده هاخد 3 مجاميع، انما لو مسكت وزن خلاني اجيب 8 بالكتير قوي يبقى كده مجموعتين كفايه قوي. يلا اللي بعده. هدخل بعديها سحب ضيق عالي اللي هي الماسكه دي، بس خليني الاول اشرح لك ازاي تخلي اللاتس فعلا هي اللي تشتغل في التمارين بتاعه السحب من فوق او من تحت. اول حاجه يا سيدي هتطلع ايدك لفوق وتسحب لفوق شويه، بعد كده تبدا تسحب عظمه اللوح لتحت بنفس الطريقه دي، وتنزل بكوعك زي ما انت كده، ترجع لورا وتقوم نازل. هتحس ان اللاتس بتاعتك بقت محجره من كتر ما هي اتفعلت 100%. كرر العمليه دي 10 عدات هنا و10 عدات هنا، وخش بعديها على طول لاي تمرين فيها سحب من قدام او سحب من فوق، هتلاقي اللاتس بتاعتك شغاله بنسبه 100% المره دي. معظم الشباب بيضيعوا وقت كتير قوي اللي هم بس بيسحبوا وزن، لكن ككمال اجسام وبناء عضلات الفكره كلها مش في الوزن، الفكره كلها في العضله دي بالذات اللي هي بتشتغل هنا. امبارح كان في شباب بيتعاركوا مع بعض على فكره ان اللاتس بتشتغل لحد هنا ولا لحد هنا. الكلام ده في بودي بيلدينج على ارض الواقع مش هيفرق كتير، لان انت ماسك الوزن وشغال بيه، فاكيد مش وانت في نص الحركه هتقول انا هقف هنا او هقف هنا، انت بتعمل اللي عليك وبتستمتع. تعال نخش بقى نشوف التمرينه بتاعتنا ماشيه ازاي. هدخل بقى على السحب العالي زي ما اتفقنا، بس اول حاجه اول ما باجي على اي ماشين بظبط مقاساتها على مقاسات جسمي الاول، مش بقعد كده وخلاص. فمثلا انا عايز اقعد الكرسي ده يكون عنده الحوض عندي عشان يحكمني ان انا ما اطلعش لفوق، فاطلعه درجه لفوق بحيث ان انا ابقى داخل هنا مستريح. تاني حاجه الماسكه بتاعتي لازم تبقى فوق ايديا على طول او فوق دماغي على طول، ما ينفعش ابقى واقف وهي هنا كده، لا لازم تبقى هنا كده. احط الوزن بتاعي، همسك الماسكه كده مش كده، سمي الله بسم الله، خش جوه اقفل واسحب. 1 خد بالك من نقطه مهمه، انا مش بسحب وانا عامل كده، لا انا بسحب ظهري مفرود وبسحب قدامي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بس قوية جدا. نقطة مهمة جدا في السحب العالي ايا كان الماسكة بتاعتك عاملة ازاي، انك ما ترجعش لورا، عشان كده انت بتشغل الظهر من فوق من النص، انت هدفك هي اللاتس، خليك دايما مستقيم وخلي ايدك قدامك. تعالوا ندخل تاني مجموعة والاخيرة بأتقل وزن. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بسم الله. قوة من عندك يا رب. بسم الله. 2 3 4 5 6 7 واحدة كمان. قوية جدا. اللي بعده هدخل بعديها كرسي القطنية، والمعلومات الكابتني مفيش حاجة اسمها قطنية في الحياة أساسا،
لان مفيش حاجه اسمها عضلات القطنيه. في عضلات بتاعه العمود الفقري اللي بتخلي العمود الفقري مفرود لورا، زيها زي عضلات البطن بالظبط. عضلات البطن مسؤوله اللي هي تشدنا لقدام، العضلات بتاعه العمود الفقري اللي هي من اول فوق لحد تحت مسؤوله اللي هي تشدنا من ورا. فبمعنى اصح كده هي بتعمل عكس الحركه بتاعه عضلات البطن. طيب السؤال هنا بقى، لما انت بتتمرن عضلات بطن عمرك مثلا عملت كده بس، ولا بتعمل تانية في ظهرك انت بتعمل كده؟ الله ينور عليك، فعلا بتعمل كده. فبالتالي لو انت بتلعب تمارين القطنيه لازم برضو تعمل تانية في ظهرك وانت نازل وبتفرد ظهرك. بس في نقطه مهمه جدا، في فرق اللي انت تشغل عضلات الظهر او تشغل فيها الجلوتس بنفس الكرسي ده. تعال اقول لك الفرق وازاي تبعد عن الجلوتس وتركز اكتر على الظهر. بص يا سيدي، اول حاجه المفروض اخر الكرسي يكون عند منطقه الحوض عندك مش تحتيها، لان انت كل ما تبقى تحتيها اكتر كل ما العضله المستطاله هتكون الجلوتس مش العضلات بتاعه الظهر. فانا كده هقف هلاقي نفسي ايه، الكرسي في اخر الفخذ عندي، ده مش صح. فمنتهى البساطه هطلع الكرسي شويه لفوق بحيث اللي هو يكون عند اخر الحوض عندي. لما اجي انزل بقى ايه اللي هيحصل؟ هقوم تاني ظهري كده واطلع افرده وما ارجعش للاخر خالص، ملهاش لزوم. هنزل لحد هنا واطلع تاني، 1 2 3. في ناس بقى ممكن مثلا ما تقدرش تعمل 10 عدات على بعض، فاحسن حاجه ان انت تثبت 5 ثواني في الوضعيه دي كده، بعد كده تريح دقيقه وتثبت 5 ثواني تاني لحد ما الجهاز العصبي بتاعك والعضلات بتاعتك تبقى قادره اللي هي تحركك في عدد 10 عدات مثلا او 12 عده. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حلو قوي. هنخش بعديها بقى كتف خلفي، يلا بينا. في بقى معلومه مهمه جدا المفروض تاخد بالك منها، ترتيب التمارين بيفرق في العضله اللي انت مستهدفها. بمعنى انا دلوقتي مثلا خدت القطنيه، بعد كده هاخد الكتف الخلفي، بعد كده هاخد الترباس. ما ينفعش اخد الترباس قبل الكتف الخلفي. ليه؟ لان العضله المساعده للكتف الخلفي في الحركه دي هي الترباس برضه. فهي لو مجهده وهي بالتالي اكبر من الكتف الخلفي، فلو مجهده اكتر من الكتف الخلفي هتشيل حمل اكبر من الكتف الخلفي، وده اللي انا مش عايزه. انا عايز اركز اكتر على العضلات بتاعت الكتف الخلفي، فبالتالي هبدا بيها الاول، بعد كده اخد العضله الاكبر منها، عشان في الغالب لو بدات بالاكبر هو اللي هيسيطر في الحركه. يلا بينا. هدخل بعديها كابتني على الكتف الخلفي. معنى بقى اللي انا عايز اعمل كتف خلفي كده راجع لورا قوي كده، خابط التيشيرت من ورا، يبقى باتر فلاي بالعكس. تعال اقول لك ازاي تظبطها بحيث اللي هي تبقى على قد جسمك انت بالظبط، فتقدر تفعل فيها الكتف الخلفي صح. يلا بينا. اول حاجه هنرجع المسكه دي لاخر حاجه ورا خالص. تاني حاجه التركايه اللي جايه بقى دي مهمه جدا، لازم تبقى قاعد اخر الكرسي ده عند اخر صدرك. لو انا قعدت كده هلاقي نفسي في نص الصدر، فكل اللي انا مطلوب اعمله اللي انا بس ايه، انزل الكرسي ده واحده لتحت فيبقى مظبوط. الايد بتاعتي بقى المفروض تبقى على مستوى الكتف، ما ينفعش تبقى فوق، ما ينفعش تبقى تحت، فلازم الطول بتاع الجهاز يخليني على مستوى الكتف. هحط بقى الوزن. طبعا كل التمارين بتاعت الظهر بيكون العضلات المساعده بتاعتها كتف خلفي، بس مش معنى كده ان انا اخش باتقل وزن على طول، انها عضله صغيره جدا. فاعمل تدريج في الوزن من 50 ل 60%، بعد كده تاني مجموعه هتبقى 100% من الوزن اللي انا عارف ان انا اقدر اتمرن بيه صح. يلا بينا. فانا مثلا حطيت هنا 60. سمي الله. بص يا سيدي، وانت راجع بترجع لحد مستوى الكتف، ما بترجعش لورا قوي، ولو انت داخل لجوه ما بترجعش لحد جوه خالص، خليك في المدى الحركي بتاع الكتف زي كده بالظبط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قوية جدا الزاوية دي. أنا فاكر زمان أول ما كنت بتمرن في جيمات بتاع زمان البلدي ما كانش فيه المكن ده خالص، ورحت مرة جيم فيه المكنة دي بقى، اتمرنت تقريبا أسبوعين عليها كتف خلفي، لقيت تطور فظيع جدا. فلازم تكون في الجدول بتاعك. صحيح يا كابتني، دي أول مرة أصور فيديو بالعرض، فقول لي رأيك دلوقتي في الكومنت، ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة اعمل عشان الفيديوهات الجديدة تجيلك. تعالوا اللي بعده. ندخل بعديها يا كابتني ترابيس على المسطرة. بس في كام تريكايه كده لازم تاخد بالك منهم علشان الترباس بتاعك يبقى اخد الشكل ده كده 3 دي ده. اول حاجه يا سيدي هشرح لك الاول، بعد كده هاخد مجموعه حقيقيه. بتقف لما بتيجي تاخد الوزن بتاعك بتفرد ظهرك وبتطلع بوزن جسمك، يعني مش بتعمل كده وتقف، لا، انت جسمك كله حته واحده وبتفرده حته واحده.
تاني حاجه ما تقفش قدام الكابل كده، لا خد خطوه لورا بحيث ان ايدك تبقى قدام جسمك غصب عنك، مش انت اللي بعيد، تبقى هي هنا كده. خلي كتفك الحركه بتاعتك من قدام شويه، وانت بتسحب ما تسحبش لفوق، لا بتسحب لورا لفوق. 1 2، يعني الحركه بتاعتك بتيجي كده مش بتيجي كده. تاني حاجه وانت بتتمرن ما تبصش لنفسك في المرايه، لان الترابيس من ضمن المهام بتاعتها اللي هي بتتحكم في الرقبه اللي هي تروح يمين او شمال. فلو انت لافف وبتسحب في الغالب لا قدر الله ممكن يحصل لك مزق، فلازم تخلي بالك على نفسك. يلا بينا ناخد مجموعه حقيقيه. هبدا باتقل وزن على طول لان هي شغاله في كل حاجه حصلت، فيلا بينا. زي ما قلت لك بطلع بوزني، خلي ايدي قدام. 1 بسم الله، 2 3 4 5 6 7 لا حول ولا قوة إلا بالله 8 9 10. قوية جدا الزاوية دي، من ضمن الزوايا القوية جدا لعضلات الترابيس. هاخد مجموعة كمان بس هنقلك انت على التمرينة اللي بعدها عشان ما اخدش من وقتك كتير. يلا بينا. هدخل بعديها بقى على البايسبس، ولو الكرسي ده عندك يبقى انت عندك طفرة جينية ممكن تعملها في العضلات بتاعة البايسبس بتاعتك. ليه؟ لاني هتمرن عليه تمرينتين مش تمرينة واحدة بس دلوقتي. اول تمرينة هاخدها النهاردة هقعد واخلي ايدي الكوع بتاعي عند اخر الكرسي، فاظبط الطول بتاعي بحيث ان الكوع يبقى اخر الكرسي وكوعي ورا جسمي، وابقى انا ساند نفسي كويس بحيث ان ما يبقاش فيه غش خالص في التمرينه دي. هاخد الدمبل يا سيدي، ارجع نفسي، افرد ظهري كويس، وابتدي ايه اطلع والف. بسم الله. 2 ما فيهاش غش. 2 3 4 يا متين يا رب. 5 6 2 مور. 7 لاست 1 اخر واحد يا رب. زمان كان عضلات الدراع بتاعتي ما بتتطورش نهائيا، معظم الناس برضو العضلات بتاعت الدراع بتاعتهم ضعيفه جدا. ليه يا باشا؟ عشان انت بتهز، انت في عضلات مساعده كتير جدا ممكن تخش معاك وانت بتتمرن بايسبس، فحطها اسندها واشتغل بيها لوحدها. شهر 2 3 هتلاقي نتيجه ما عملتهاش في السنين اللي فاتت كلها. يلا نخش على اللي بعده. كابتني هو انا كنت في الواقع هصور دور واحد بس دي فرصه ما تتعوضش. دمبل 30. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 يا متين يا رب. 4 5 ماشي، دي فشلت. شوف التانية. اوكي ب5 عدات. بس خد بالك برضه ده انجاز، ده دمبل 30 يعني مش 15. اللي بعده هنخش بعديها كابتني عكس الكرسي على طول بالبار. همسك المسكه اللي مستوى كتفي بتاعه، افرد، ابدا الحركه من تحت، اطلع صدري لفوق واسحب لفوق. 1 وانزل ببطء. 2 3 4 5 يا معين يا رب. 6 7 8 لسه بدري. 9 اهي واحدة كمان. 10. على فكرة لو مش معاك زميل في الجيم يشجعك كده وانت بتعمل كام عدة، شجع نفسك فعلا. يعني انا لو ما قلتش واحدة كمان والكلام ده في الغالب اجيب 6 عدات 7 عدات، انما لما اشجع نفسي وصلنا ل10.
يلا اللي بعده. صحصح معايا، ادخل بعديها ساعد وريست سوبر ست. هبدا الاول اللي انا ايدي بتكون بعيده عن الركبه بحوالي المساحه دي كده، وببدا اسحب لفوق، بمسك ايدي جامد بعصر البار وبسحب لفوق كده، اثبت ثانيه وانزل تاني ببطء. الحركه بتبقى كده. يلا بينا، بسم الله. بقفل جامد وبسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سوبر ست. بعكس ايدي وبعمل نفس الحركه بنفس المساحه، وبدخل صبعي لجوه وبعصر البار برضه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عضلات السواعد بتاعتك لازم تبقى حجر. ها، لو عايز فيديو مخصوص عن عضلات السواعد اكتب لي دلوقتي في الكومنت، عشان انا عندي تريكات كتير جدا ليها. وبكده يا كابتني خدنا تمرينة سحب النهارده بتاع الدبابات. اتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك، وكل يوم بعمل لك اسك على الانستجرام، فروح هناك اعمل لي متابعه واسالني في اي حاجه نفسك فيها، علشان انا عامل المحتوى ده كله من اوله لاخره ليك انت مخصوص. سلام.